لو في يوم صحيت الصبح وبصيت في المراية لقيت بقع على جلدك مش زي باقي لون جسمك، اوقات افتح واوقات اغمق، غالبا هتقول لنفسك يا اما دي من الشمس يا اما عندي نقص فيتامين او حساسيه بسيطه وهتروح. لكن الحقيقه واحتمال كبير جدا جدا ان دي تكون التينيا الملونه، وده مرض جلدي شائع اكتر مما تتخيله. طيب قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش تصلي على النبي، تاني حاجه ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا. يعني ايه التينيا الملونه؟ التينيا الملونه هي عدوى فطريه سطحيه، يعني موجوده في الطبقه الخارجيه من الجلد. الفطر اللي بيعمله اسمه مالاسيزيا، وده فطر بيعيش على جلد كل واحد فينا، هو جزء من الميكروبوميوم بتاع الجلد، يعني ساكن معانا بسلام. بيتحول من ساكن هادي لمهاجم نشيط، ويبان اثره على شكل البقع اللي احنا بنشوفها. طيب ازاي الفطر ده بيأثر على لون الجلد؟ الفطر بينتج مواد كيميائيه بتأثر على الخلايا اللي بتصنع صبغه الميلانين في الجلد، فبيحدث النتيجه دي بقع لونها افتح من الطبيعي، وفي بعض الحالات الفطر بيخلي الجلد يفرز اكتر في منطقه معينه فتظهر غامقه، وده السبب انك تلاقي البقع اوقات فاتحه واوقات غامقه. وسبب من الاسباب اللي بينشط الفطر ده ويخليه ينتشر بالطريقه دي، اول حاجه الجو الحار والرطوبه العاليه، تاني حاجه العرق الكتير خصوصا الناس اللي في جيم او شغاله في مكان فيه رطوبه عاليه، لان الفطر بيستخدم الدهون اصلا كغذاء، رابع حاجه ان احنا بنلبس هدوم ضيقه وما بتكونش قطن فبتحبس العرق والرطوبه، خامس حاجه بسبب ضعف المناعه سواء امراض او ادويه، سادس حاجه فترات هرمونيه زي فتره المراهقه او الحمل. طيب ايه هي الاعراض والعلامات اللي بتظهر على الجلد؟ اول حاجه بقع صغيره بتكون لونها مختلف عن باقي الجلد، فاتحه او غامقه او مايله للاصفر او البني، غالبا بتظهر على الصدر والرقبه والكتف والظهر واحيانا في الوجه. ملمسها ممكن يبقى فيه قشور خفيفه جدا، لما تحكها بايدك ممكن تلاقي زي بودره بسيطه كده، وممكن جدا التانية دي تسبب حكه خفيفه واوقات ما تحسش بيها خالص. طيب هقول لك العلاج بالكامل واحده واحده كده. هنحط على الجلد شامبو نيزورال من 5 ل 10 دقايق، وبعدين يتشطف يوميا لمده اسبوعين. بناخد معاه كريمات مضاد للفطريات زي لاميزيل او لاميفين مرتين في اليوم. معلومه مهمه جدا، حتى بعد ما تقتل الفطر البقع مش هترجع لونها الطبيعي فورا، لان الجلد محتاج وقت عشان يعيد توزيع الميلانين. الموضوع ممكن ياخد اسابيع او شهور حسب بشرتك. اهم حاجه الوقايه، وان احنا نمنع رجوع التينيا. اول حاجه نلبس هدوم واسعه وتكون قطن، تاني حاجه نستحمى فورا بعد العرق، تالت حاجه نستخدم شامبو علاجي مرة او مرتين في الشهر او في الصيف كوقاية، والاهم ان احنا نقلل استخدام الزيوت والكريمات التقيلة على الجلد. وعلى فكرة التينيا الملونة مش خطيرة لكنها مزعجة جدا وبتبوظ شكل الجلد، علاجها بسيط بس لو لحقتها بدري، لكن لازم نهتم بالوقاية علشان ما ترجعلكش تاني. واول ما تلاحظ بقع غريبة على جلدك ما تستناش، لازم تروح لدكتور جلدية علشان تلحق قبل ما تنتشر. انا كده خلصت الحلقة، ودي كانت جرعة معلومة. انا محمود رمضان، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وقول لي رأيك في الكومنتات. سلام.